مين اللاعب اللي حضرتك كنت شايف ان هو المفروض يكون موجود عشان يحقق احلام المصريين؟ شيكابالا. شيكابالا ساحر في الملعب. شيكابالا كل افريقيا، كل الفرق الافريقيه اللي احنا بنلعبها بتعمل له 1000 حساب. شيكابالا خلينا نفتكر هدفه في غانا في وقت عصيب في كاس الامم الافريقيه 2010، انهى كل المساله وسجل. يا استاذ عبد الشافي، هو احنا نقدر ننسى جون شيكابالا في غانا في 2010 اللي خلانا نحرز اللقب؟ ده خد احسن هدف في البطوله، وخد شيكابالا كمان هداف البطوله، وخد احسن لاعب في البطوله. حتى بالاماره الجون اهو قدام حضرتك. مصر كوت ديفوار، لكن مسار كوره صدت جول 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 جول. يا جدو، يا جدو. ده مش محمد ناجي جدو، لا ده شيكابالا. ايوه شيكابالا. استاذ عبد الشافي صادق بيقول لك اللي خلانا نحرز اللقب في 2010 هو شيكابالا وهدفه في مرمى غانا. يعني اللي قدامك ده كان المذيع مش شايف، كان بيقول غلط. ده شيكابالا يا جدعان، مش محمد ناجي جدو. انت عارف يا استاذ عبد الشافي شيكابالا البطوله الوحيده اللي حققها ايه هي؟ تيشيرت كريستيانو رونالدو. ده اللي اقدر اقوله لك يا استاذ عبد الشافي. انا هرد عليك بايه غير كده؟ صلى على النبي افضل الصلاه والسلام. في البدايه لو مش مشترك في القناه انزل اشترك دلوقتي حالا عشان يوصل لك كل جديد. بعد ما سمعت عبد الشافي صادق اللي مش لاقي حد يطبل له، دلوقتي بقى بيطبل لشيكابالا. تعالى نسمع بقى عفت نصار بيقول ايه على كابتن حسن شحاته. صدفه ان كابتن حسن شحاته يمسك المقاولين في الدرجه الثانيه، صدفه ان هو يكسب كاس مصر، صدفه ان هو طب يبقى هو كده قدم ايه؟ صدفه ان هو يتعين مدرب مؤقت لمنتخب مصر، صدفه ان هو يكسب فيخلوه مدرب منتخب مصر، صدفه ان هو ياخد بطوله افريقيا. ما هي لو كابتن عفت نصار بيقول لك كابتن حسن شحاته مدرب صدفه، تاريخه كله بالصدفه وبالحظ. بدايه ان هو بقى مدير فني في فريق درجه تانية اللي هو المقاولين العرب بالصدفه، وبعد كده مسك المنتخب بالصدفه، وبعد كده احرز بطوله مع المنتخب بالصدفه. كل ده بالصدفه؟ انت ايه يا عم؟ انت عايش معانا على الكوكب؟ راجل مسك فريق في درجه تانية وتقول له صدفه؟ كلت بقى انت اللي بين السطور. احرز كاس مصر، واحرز كاس السوبر المصري، وبعد كده مسك منتخب مصر واحرز 3 كاس الامم الافريقيه من 2006 ل 2008 و2010 لغايه النهارده اللي احنا مش عارفين نحقق اللقب، وتقول لي صدفه؟ صدفه مين يا عم؟ امال انت شايف مين يا كابتن عفت اللي يصلح للمنتخب؟ قول لي. 90% من المدربين عندنا غير مؤهلين. يعني المدرب اللي اشتغل 10 15 سنه ده بقى بياخد التأهيل بتاعه بالخبرات، وهي اصلا الخبرات دي شيء مهم، بس ما تمثلش مثلا 50%، ما تمثلش كده. لو انا حسبتها كمدرب مؤهل فانا افضل مدرب في مصر مؤهل. انا بعيد عن التدريب دلوقتي، بس لما اقول ان انا واخد الدراسات بتاعتي من الفرنش فيدريشن، واخد كل الاي والبي والسي والكلام ده كله. انا اكتر مدرب مؤهل في المدربين دي كلهم تبقى مدرب منتخب؟ انت بتتكلم عن نفسك انت معاك رخصة ايه؟ انت رخصة العربية يا حاج عفت غير رخصة تدريبية. انت متخيل؟ انا ممكن اقول لك انا معايا رخصة ايه وبي وسي ودي واي واف. انجازاتي ايه؟ انا كانجازاتي ايه؟ ماليش انجازات. اما انت معاك رخصة ومؤهل وي مش قلتلكش يعني ضربت فرقة كده عملت اي نتائج يعني في الدوري؟ انا مش شفتش فريق اصلا بيتعاقد معاك كمدرب ولا ايه نظامك؟ بقول لك يا حاج عفت نام انت دلوقتي. تعال نسمع بشير التبعي. مصحف كان يتعمل لي تمثال لو كنت دخلت لعبت في الاهلي، مضيت وكملت عادي. الحاجات اللي اتعملت لي واتقالت لي، بص انا كشخصيا من وجهه نظري انا، ابو تريكه ده يعني هو الايقونه لغايه يوم القيامه في النادي الاهلي باللي هو عمله. يعني لو جيت تبص عليه بالحاجات اللي عملها، انا اللي اتعمل لي ابو تريكه ما اتعملوش نص، او اللي اتقال لي والفلوس اللي طلعت لي. يعني انا بتكلم على ابو تريكه على اساس ان هو كل حاجه، هو الرمز الجيل ده كله. ما انا بقول لك اهو بس. كابتن بشير التبعي هو راجل على نياته، بيقول لك انا كان هيتعمل لي تمثال داخل النادي الاهلي وهتعمل لي حاجات ما اتعملتش لابو تريكه ذات نفسه. طب بناء على ايه اتعمل لك ده يا حاج بشير؟ قول لي انت بناء على ايه اتعمل لك الكلام ده؟ طب وبناء على ايه انت كنت هتروح النادي الاهلي؟ هل انت يعني كنت مدافع قوي فت ساعتها ان الاهلي كان هيدفع فيك الفلوس دي كلها عشان يجيبك يتعمل لك حاجات ما اتعملتش لابو تريكه؟ الحقيقه لا. انت افضل من ايه يعني؟ معلش يعني انا مش هقارنك بابو تريكه وبالناس دي. انت افضل من ايه؟ من وائل جمعه؟ للاسف انت زيرو جنب كابتن وائل جمعه. وبدليل كابتن وائل جمعه كان لاعب دولي وبيروح في المنتخب دائما، وانت كنت لا اما في مصر تركيا. انا مش هغلط ولا هقول لك عملت ايه مع الزمالك ولا هقول لك بيبو وبشير ولا فضايحك ولا الكلام ده. انا بكلمك كرويا دلوقتي، انت عملت ايه
يسمح لك ان الاهلي يدفع لك الفلوس دي او يدفع لك اكتر من ابو تريكه، او كان هيعمل لك تمثال بناء على ايه؟ اقول لك على حاجه، عارف الحل الوحيد اللي كان هيتعمل لك عليه تمثال في الاهلي ايه؟ انهم عشان يضحكوا عليك بيبو وبشير بيبو والجون، هو ده الحل الوحيد اللي الاهلي كان هيعمل لك بيه تمثال. تعالى نسمع بقى سيف زاهر مع مصطفى محمد، اللي انا اصلا اتصدمت من اللقاء ده، واقول لحضرتك اتصدمت من اللقاء ده ليه؟ نجيب لك كده ملخص من الحلقه بتاعته. احنا داعمين بشكل كبير لمنتخبنا الوطني في كأس الأمم الأفريقية اللي جاية. التامنة هي حلمنا. في ناس هي اللي هتحقق الحلم ده. تعالوا نشوف الناس دي هتقول ايه. اتبسطت لما فتوح مضى في الزمالك؟ ليه كعب الأهلي عالي في أوقات كتيرة على نادي الزمالك؟ متبقاش كعب عالي، مثلا ممكن تبقى عدم توفيق، عدم جاهزيات للماتش. طبعا النادي الأهلي طبعا فرقة كبيرة، وفريق الزمالك لما بيقابلوا بعض وكده بيبقى ماتش كويس، بيبقى نسبة الحظ أو نسبة الجاهزية أكتر للفريق هو اللي بيكسب. لعبت كام أهلي في الزمالك؟ لا مش فاكر، ممكن لعبت 4 ماتشات. كسبت كام منهم؟ كسبت السوبر وماتش 3-1، وخسرت ماتش الكاس وماتش بس. الدوري السنة دي لمين من وجهة نظرك؟ الزمالك إن شاء الله. سيف زاهر بيقول لك اللي هيجيبوا لنا التامنه واللي وبعد كده راح يسال مصطفى محمد على الاهلي والزمالك وتجديد فتوح، وانت شايف مين اللي هياخد الدوري؟ التاني يقول له الزمالك. ايه ده؟ وانت معلش يا حاج مصطفى، انا هقول لك بس على حاجه يا كابتن مصطفى، انت لعبت 4 مباريات قدام الاهلي، بتقول كسبنا 2 3-1 والسوبر، وخسرت مباراه في السوبر ومش فاكر ايه هي الرابعه، القضيه ممكن. هو ده اللي انت، هي دي تتنسي يا كابتن مصطفى؟ دي ما تتنسيش. بس انا مش هلوم عليك يا مصطفى محمد. عارف ليه مش هلوم عليك؟ انا هلوم على المذيع اللي انت قاعد معاه. ازاي اصلا في وقت زي ده ان انت مصر متعادله مع موزمبيق في كاس الامم الافريقيه وتعمل لي لقاء مع لاعب زي ده وتتكلم على الاهلي والزمالك؟ ويا سيدي لو هفترض ان اللقاء ده مسجل، فمش وقته اصلا ان مصر كلها على اعصابها ومشدوده ومحروق دمها ومخنوقه وايديها على قلبها بسبب كاس الامم الافريقيه، وانت تعرض لي فيديو زي ده في الوقت ده. يعني ده لو هو مسجل ما ينفعش اصلا تعرضه انت الايام دي، كنت عرضته قبل البطوله يا اخي او بعد البطوله، انما في الوقت ده ايه؟ انا مش عارف. انت يا سيف يا زاهر دماغك فين في الكوره في الايام دي؟ يعني انت كلنا في بدايه الحلقه بتقول لي اللي هيجيبوا لنا التامنه ومنتخبنا وكلنا وراه، وراح تتكلم مع لاعب على الاهلي والزمالك؟ هو ده اسمه اعلام النبي؟ تعال نسمع عبد الشافي صادق. اوضه اللبس وطلع على الفيديو ده يسال عليها حد، لكن انا سؤال، واحد شتمني اروح اجيبه واتعاقد معاه؟ اطلاقا. ده كده المعايير والمبادئ على ما تفرض. بس هو طلع واعتذر للاهلي من قبل ما يطلع من الزمالك. السباب والشتائم لاساطير النادي بتاعي لا تقبل الاعتذار. يعني حضرتك شايف انه المفروض انت على فكره حسين لبيب، الاستاذ حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ادى تعليمات للاعيبه الزمالك ما حدش فيهم يشتم اساطير في الكوره، خاصه اساطير النادي الاهلي، عشان ما تعاقدوش معاه. بص يا حاج عبد الشافي، انت مش الواحد ما يستاهلش ان انت يرد عليك اصلا. انا عارف ليه. انت واحد بتقول شيكابالا جاب البطوله في 2010 من امام غانا، والزمالك اتعادل مع الهلال السعودي بقياده كريستيانو رونالدو وساديو ماني. انت عايزني ارد عليك في ايه؟ انت اصلا كنت هزازين رؤوس في القناه اللي انتوا كنتوا بتظهروا فيها، فعايزني انا اطلع اقول لك ايه؟ وبعدين يا سيدي امام عاشور غلط واتعاقب واتحاسب وطلع اعتذر اكتر من مره للنادي الاهلي. انت بقى ايه اللي مضايقك في القصه دي؟ انا مش عارف. لا وبتستخف دمك وبتقول حسين لبيب منع لعيبه الزمالك ان هم يشتموا في اساطير الاهلي عشان ما يتعاقدش معاهم. الخفه اللي انت فيها دي يا حاج عبد الشافي. اقول لك على حاجه يا عبد الشافي، دور على المستشار بتاعك فين. تعالى نسمع بقى عصام عبد الفتاح ورايه في امين عمر في اداره المباراه الافتتاحيه لكاس الامم الافريقيه. كابتن امين عمر قيل ان هو نتاج عمل بيريرا البرتغالي لما تولى العمل في اتحاد الكوره. حابب اسمع وجهه نظرك وتقييمك لطبعا امين عمر. اولا نقيم امين عمر الاول، لان امين عمر هو نتاج عمل لجان سابقه كتير قوي، والحقيقه هو نتاج مصري 100% للامانه يعني، وده هو نتاج عمل سنين طويله يا كابتن مدحت الحقيقه بالنسبه لامين عمر. كان ليك دور انت شخصيا معايا يا كابتن عصام؟ هما بيقولوا ان هو ابني يعني في التحكيم، وكان دايما كنت بتهاجم بسببه يعني، لان انا كنت مقتنع بامكانياته. امين عمر نتاج سنين، وانا كنت بعتبره ابني وعملت معاه وسويت معاه. ايه اللي انت بتقوله ده يا حاج عصام؟ انت بتسرح بعقول مين؟
ما تقول يا اخي صاحب الفضل الاول والاخير بعد ربنا سبحانه وتعالى اللجنه او المسؤول عن التحكيم في مصر حاليا والسابقين، ده بكل البساطه وبالسهوله. انما انت طالع بتمجد في نفسك واحنا نسينا روح البروتوكول والاحتواء، كل ده ما ظهرش غير في عهدك انت يا عصام عبد الفتاح. وبعدين انا هكلمك على امين عمر شخصيا اللي انت بتتكلم عنه، هجيب لك حكم سابق قال انت قلت ايه على امين عمر، اسمع معايا. طبعا. مين كان يعني عندك مين كان مترشح وما راحش؟ لا يعني قول مين لي كان؟ امين عمر. امين عمر ما احنا واحد بس استنى، ما راحش ليه؟ تسال المسؤول عن لا الزون مش بتاعه. اسال المسؤول، ده معروف هو ما راحش ليه. امين عمر امين عمر ما راحش بفعل فاعل. طب ما انا بقول انا بقول لك اسال المسؤول الكلام اللي هو بيقول. طب انا بقول لك تسال المسؤول. اذا من داخل مصر. اذا انا هنا كلامي من داخل مصر مش من فوزي الاخشر. لا يا اسلام هنا محمد من داخل مصر. امين عمر اتحارب انه يخرج من كاس العالم من داخل مصر. مين بقى من داخل مصر؟ مين؟ انت عارف مين؟ لا ما تقول لي انا ما اعرفش. ثواني بس ما يعرفش. انا ما اعرفش. كابتن عصام عبد الفتاح ما دعموش ليه؟ يعني ايه ما دعموش؟ مش انا لسه بقول لك مسؤول الزون. مين هو مسؤول الزون؟ انا جاي لك انا هقول لك. اديني هو مش اختاروا عصام عبد الفتاح امين عمر ورشحه؟ لا خلاص، امين عمر راح كاس العالم للشباب في البرازيل. اوكي، وخلاص بقى موجود معاهم. انت في الحاله دي بتبقى مصنف مع الفيفا. امين عمر وهو ماشي من كاس العالم في البرازيل سلموا عليه كولينا وبوساكا، قالوا له احنا مستنيينك في الدوحه. اوكي خلاص انت بقيت موجود. امين عمر عشان يكون موجود لازم في رولز كده بيبقى موجود عليها ان هو لازم يلعب في بلده. امين عمر في الوقت ده ما كانش بيلعب في الدوري المصري. يعني عصام عبد الفتاح ما ساعدوش بالظبط كده ان هو يظهر في الدوري المصري، لان دي من رولز الكاف ان انت لازم تبقى موجود اذا كنت ما بتلعبش انت المباريات المهمه في بلدك. ده اللي ما خلاش امين عمر يروح كاس العالم. الحكم محمد صلاح عبد الفتاح قال لك كان في تعاون وكان كولينا اتفق مع امين عمر ان هو يروح كاس العالم في الدوحه. كابتن عصام عبد الفتاح ما رضيش يخليه يحكم مباريات في الدوري، وهقول لحضرتك ما يحكمش مباريات في الدوري ليه بس بعد الفيديو الجاي. تعال اسمع معايا بقى عصام عبد الفتاح بيقول ايه على امين عمر اللي هو بيقول نتاج صناعه مصريه مني. حضرتك ما زلت مسؤول عن الزون بتاع شمال افريقيا صح يا كابتن؟ ايوه. شفت انا في الترشيحات موجود الكابتن محمود البنا هيدير احدى المباريات والكابتن محمد معروف هيدير احدى المباريات، لكن لم ارى اسم امين عمر، صحح لي لو انا غلطان. بص يا كابتن، امين موجود حكم رابع. اذا السؤال اين امين عمر من الدوري المصري؟ ابدا امين يا كابتن متواجد في الدوري المصري، ويمكن في بعض الفترات ممكن يكون اعتذر عن ماتش او حاجه عادي جدا يعني. لكن امين في البطوله اللي انت كنت مسؤول عنها كنت مخلي امين عمر حكم رابع، واللي ما خلاش امين عمر يروح كاس العالم في قطر انت شخصيا قلت ان كان بيعتذر عن المباريات المحليه، وجبت لك الحكم محمد صلاح عبد الفتاح بيقول ان انت ما كنتش بتخليه يدير مباريات في الدوري المصري عشان ما يروحش كاس العالم. وعارف ليه ان انت ما كنتش بتخليه يدير مباريات في الدوري المصري عشان ما يروحش كاس العالم؟ عشان يا سيدي بكل بساطه عشان ترضي سياده المستشار اللي كان دايما بيطلع يدوس على اي حد، وانت ساعتها كنت مرعوب منه وهو ما كانش بيحب امين عمر، وانت كنت بتتلاشى امين عمر، وفي واقعه من الواقعات انت عاقبت امين عمر واستبعدته فتره عن التحكيم. يا ريت ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله.